وضعنا تعبان من مرة، لا جوز بيشتغل ولا ابن يعني بيشتغل، وعندي بنتين عيانات وبسافر فيهم وباجي فيهم، وضعي تعبان وداري كلها بتدلف علي يعني من مرة داري. أشكر قافلة الكمل. أنا المواطنة عبير ياسين، أشكر قافلة الأمل على المساعدة اللي جتنا إياها، وبارك الله فيهم وفي الإخوة كلهم اللي بيساعدونا. وأنا بحب أشكرهم وأحكي لهم إني يعني أنا محتاجة يعني كثير أشياء، لأني أنا مريضة عندي سرطان حميدي في الغدة، ويعني ومحتاجة مساعدتهم. أنا المواطنة كفاح كسكين أشكر قافلة الأمل ويتيم دار على هذه المساعدة التي قدموا لنا إياها. أشكرهم كثير عليها، وأتمنى يعني أنهم يساعدونا بالأكثر، لأني أنا بحتاج يعني عندي 3 أطفال يعانون من قصر شديد في القائمة، ويحتاجوا للإبر الطول، ويحتاجوا للسفر دائم على المقاصد. تقدم بجزيل الشكر إلى قافلة الأمل لأنها ساعدتنا بهذه الكابونة، وبتأمل منها أنها تساعدني في الأطفال التنين اللي عندي أطفال معاقين. بنشكر قافلة الأمل على هذه المساعدة، ونتمنى أنها يعني تساعدنا أكثر، لأن زي ما أنتم عارفين الحين إحنا في فصل شتاء، بنحتاج يعني مساعدات زي نايلون، زي شادر، زي هيك. أنا بقدم الشكر لقافلة الأمل وليتيم دار، وبتمنى منهم انهم دائما يحطونا في عين الاعتبار والمساعده، لانه بيتنا تقريبا بده ترميم كامل، من شبابيك، من زينجو، من اسبست. الميه بتخش علينا في المطر بنغرق من فوق ومن تحت، من الشبابيك، من كل مكان. وضعنا سيء جدا، ادوات كهربائيه، ادوات غساله، ثلاجه، يعني كل هذا ما فيش. فراش، يعني فراش، إحرامات أولاد يضغطوا فيه ما فيش.